السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن إزاي نتعافى من المعتقد الخامس المبني على سوء التكيف في السكيما ثيرابي. عملنا كذا حلقة عن الموضوع ده، والنهاردة دي الحلقة الأخيرة اللي ليها علاقة بالمعتقدات المبنية على سوء التكيف وكيفية التعافي منها، واللي هنتكلم فيه عن التعافي من الكمال أو السعي إلى المثالية. قبل ما اتكلم معاكم عن التعافي، انا حابه بس ان انا قبل ما ابتدي افتح الموضوع بتاع حلقه النهارده، حابه الحقيقه ان انا اتكلم عن حاجه يعني مش عارفه اسميها، هل هي لسخريه القدر ام هي للاقدار الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرتبها. لكن هحكي لكم حدوته صغيره كده كانت حاصله معايا الفتره اللي فاتت، واللي يمكن كان بسببها جزء مرتبط بان انا ما كملتش الحلقات، واللي برضو بسببها انا رجعت عشان اكمل الحلقات تاني. وهو ان انا من فتره كده وانا قاعده بالليل قبل ما انام، جنبي رصه كتب طويله كده بحطهم، عندي حاجه زي مكتبه صغننه كده جنب السرير عليها الكتب، وببص لقيت منظر وقفني. منظر كان بالنسبه لي شوكينج شويه. انا من الناس اللي لما بقرا كتاب بحط القلم مكان ما بقرا، يعني عشان انا اصلا طول ما انا بقرا بقعد اخطط واشخبط واحط دوريات واكتب افكار عندي في الكتب، يعني حقيقي الكتاب بيتهان معايا. بس لقيت في رصة كتب فوق بعضها كده، كل كتاب منهم القلم واصل فيه لحد حتة قبل آخره. يعني عندي 4 5 كتب كده فوق بعض مرصوصين، القلم محطوط في حتة قبل ما اخلص الكتاب على طول. وده الحقيقة خلاني فضلت قاعدة مع نفسي شوية عمالة بقول ايه ده؟ هو انا ليه ما كملتش كل دول؟ هو انا ليه كل ما اقرب من النهاية ابتدي في حاجة جديدة؟ وكمان في الفترة اللي فاتت كنت باعدّي بchallenge كبير جدًا ليه علاقة بالبودكاست بتاع دوشة، وإن أنا قُلت لأ خلاص أنا مش حابة أوي اللي أنا باعمله، يعني جرّبته واتبسطت فيه جدًا، قدّمت حلقات أنا مقتنعة بيها جدًا، لكن لقيت إن هي بعيدة شوية عن اللي أنا حابة إن هو يكون سعيي ومنهجي في الحياة. فوأنا قاعدة وقتها خدت عهد على نفسي إن أنا عمّالة أشتري كُتب كتيرة جدًا، لإن أنا بيتي اتحرق واتحرق معاه كل الكُتب اللي كانت عندي، فعمّالة أشتري كُتب كتيرة جدًا علشان أكوّن مكتبة جديدة وأحلى وأكبر من اللي كانت موجودة. وكل ما ابتدي أمسك الكتاب عشان أخلّصه ألاقي نفسي إن أنا باشتري كتاب تاني وبابتدي في كتاب جديد. واللي وقّفني هنا الصراحة إن أنا لقيت إن الفترة اللي فاتت أنا كنت واقعة في قدر من الكمالية مش طبيعي. قدر من الكمالية مخلّيني بادية في حاجات كتيرة جدًا، مفتّحة تابات كتيرة جدًا، وما باقفّلش في حاجة. فخدت عهد على نفسي الفترة اللي فاتت، خصوصًا إن أنا باكتب رواية وعايزة أكتب كتاب وباعمل بودكاست وباعمل جلسات وباعمل content على اليوتيوب وباعمل content على الreels نفسها، وباذاكر في نفس الوقت وباقرا يعني حاجات كتيرة جدًا مع بعض خلّاني في الآخر المحصلة إن أنا بقيت حاسة إن أنا متقطّعة أشلاء. فبدل ما ألِم الأشلاء دي على بعضها، ابتديت إن أنا أقطّع في نفسي زيادة. فوقفت مع نفسي وقفة الفترة اللي فاتت وقُلت لأ، أنا هاكمّل الحاجات اللي أنا بدأتها، وبعدين بعد ما أخلّصها يالّا بينا نبتدي نعمل حاجة جديدة. وفعلًا ابتديت أكمّل بقية الكتب اللي ما كنتش باكمّلها، ووقّفت دوشة، وكان فاضل حلقة أخيرة هي دي اللي أنا قُلت إن أنا هاحطّها، ومن ساعتها الحلقة دي وأنا راكناها على جنب خالص. لحد ما كمّلت كام حاجة كنت باعملهم، وبعدين النهارده لقيت نفسي الصبح باقول إيه، يالّا بقى حُطّي الحلقة الأخيرة بتاعة دوشة، وابتدي استعدي عشان تنزّلي حلقات اليوتيوب تاني. وبمنتهى الأمانة وقسمًا بالله أنا النهارده ما أعرف المجال الخامس اللي المفروض إن أنا أتكلّم عنّه كان إيه، لكن الحقيقة جات لي كَم مشاعر كبيرة جدًا لمّا لقيت، أمّا أنا باراجع بقى الcontent اللي أنا عملته، ما أنا ناسية كل الحاجات اللي أنا عملتها، أنا بقى لي كام، يعني حتى الفيديو اللي قبل ده على طول أنا كنت في الشتا، يعني فكان من فترة طويلة، فناسية أنا عملت إيه من الحلقات وفاضل إيه. بابُص لقيت الحلقة عن الكمالية. والكمالية بمفهومها اللي غير معروف للناس مش بس السعي إلى المثالية، لكن التقفيل. Master of Unfinished Jobs. عندنا كده دكتوراه في عدم إكمال الأشياء.
والفرق بين الكمالية وعدم الاستمرارية عند البوردر لاين مثلا مرتبط بإن أنا اوريدي بعمل حاجات بس يبقى فاضل عليها تكة، فاضل على الحلو تكة كده ما كملهاش، لأني عندي جزء داخلي أصلا مش مكتمل. فبحاول إن أنا أرفلكت ده على الحياة وعلى الأشياء بشكل لا إرادي ولا واعي، لحد ما حاجة تيجي تخبطني في وشي كده وتقول لي إيه، كملي. من الحدوتة دي النهاردة هنتكلم عن المعتقد الخامس والأخير من المعتقدات المبنية عن سوء التكيف، واللي مرتبط بإن إن أنا لازم أعمل كل حاجة بيرفكت، لازم أختار اللحظة المناسبة، لازم أجهز نفسي. ونسيت أقول لكم، وحاجة من الحاجات اللي أنا أول امبارح لقيتها كمان، إن وأنا أول ما فكرت يلا بينا هنكمل بقى الحلقات بتاعة اليوتيوب تاني، إن أنا أول حاجة فكرت فيها يلا بينا بقى إيه، أنتي الكاميرا البطارية الشاحن بتاعها باظ، فنجيب شاحن بطارية، وتعالي نجيب بقى بطارية، وتعالي مش عارفة إيه، عارفين اللي هو الاستعداد للحظة اللي عمرها ما بتيجي. مع إن بمنتهى الأمانة أقسم بالله الكاميرا متلقحة مكانها من ساعة ما اشتريتها، ما استخدمتهاش ولا مرة، بالعكس بستخدم الآيفون، ودخلت على تشات جي بي تي وإيه بقى البروجرامز وأشتري برنامج إيه وبتاع مش عارفة إيه، فلقيت إن من ضمن البرامج دي، مع إني اشتركت في برامج كتيرة قبل كده بدفع لها سبسكريبشن شهرية علشان أعمل اديتنج ومونتاجنج ومش عارفة إيه، لا 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 الكلام بقى اللي إحنا بنقعد إيه، انتظار اللحظة الحاسمة اللي هتبقى فيها جاهز إنك أنت تقدم الحاجة بالبرفكشنزم اللي جواك، اللي هي عمرها ما بتيجي. وانطلاقا من هذه المقدمة الطويلة جدا والستراجل اللي كنت عايشة فيها الفترة اللي فاتت، النهاردة هنتكلم عن السكيما ثيرابي، ازاي بتتكلم عن الكمالية والسعي إلى المثالية، وازاي ان احنا نبتدي ان احنا نتعامل مع النواقص اللي موجودة في الحياة واللي موجودة في أنفسنا، وإزاي إن إحنا نعرف نكمل بالرغم من الأصوات الكتيرة جدا اللي عمالة بترجعنا ورا. ليه كل ما تنجز تحس إنك مضغوط أكتر مش مرتاح؟ وإيه اللي يخلي إنسان ناجح جدا دايما حاسس إن هو مش كفاية؟ عايزة شوية بس في الأول أقول كام حاجة، علشان الشعور بعدم الكفاية عمره ما كان مرتبط بالإنجاز. لأن النهاردة كل اللي انت بتشاور عليه وفاكر ان انا هحس ان انا تمام لما احقق كذا، هحس ان انا تمام لما اعمل كذا، غيرك جايين لي ومحققين. كلنا بنجتمع في الحتة بتاعت ان احنا دايما حاسين ان I have to do more، لا زال هناك المزيد علشان احس ان انا تمام، لا زال هناك المزيد علشان ان انا ابقى شايف ان انا بعمل ده. بل وفي كمان النقيض تماما، في ناس اتشلت فضلت واقفة مكانها خلاص من كتر ما هي حاسة بعدم قدرتها على الإنجاز، جالها اكتئاب وقعدت مكانها وما بقتش قادرة إن هي تنجز بأي شكل من الأشكال. والحقيقة إن أسباب ده كله بتتمحور حوالين الكمالية. طب هي أصوات الكمالية دي بتيجي بتتكلم إزاي؟ يعني منين أعرف يا دينا إن أنا عندي كمالية؟ طب هو الشخص الكمالي ده شكله عامل إزاي أو فرضياته على نفسه عاملة إزاي؟ هو حد شايف إن هو لازم يكون ممتاز طول الوقت، لازم يكون بينجز، ما يقدرش يقعد، ما يعرفش ما عندوش حاجة اسمها إن أنا أقعد كده أبقى مرتاح، ما ينفعش إن أنا أغلط، أوبشن الغلط ده بالنسبة لي حياة أو موت، يعني ما ينفعش إن أنا أعمله. الدنيا مترتبة بشكل معين، ما ينفعش إن الدنيا تمشي بشكل غير اللي أنا مرتبها عليه، يعني ممكن إشارة في الطريق وأنا رايح الشغل تسبب لي حالة انهيار نفسي تام. دايما عايز أعمل حاجة، دايما عايز أحقق حاجة، دايما عايز إن أنا أثبت وجودي، والحقيقة إن ده بسبب إن وجودك ارتبط بالإنجاز. طب هو ده مش طموح يا دينا؟ لأ، في فرق كبير جدا بين الطموح الصحي وبين الكمالية. الطموح الصحي بيسمح بالغلط، بيسمح بالمرونة، عادي إن أنا أتعلم حاجة، عادي إن أنا أرتاح. لكن الطموح الضار أو الكمالية مش عادي فيه الحاجات دي، بالعكس ده هو بيلزمني إلزام واجب قرآن عليا الحاجات التانية اللي عكس الحاجات دي. بمعنى أصح في فرق كبير في الطموح بين إن هو بيساعدك إنك أنت تنمو وبين إن هو يساعدك إنك أنت تنجو.
لان زي ما اتفقنا ان المعتقدات المبنيه على سوء التكيف دي بتحطنا على حاجه اسمها سرفايفل مود، او وضعيه البقاء. انا كل المهم عندي ان انا ابقى، افضل ببقى بشتغل اوت اوف فير. انا كل اللي بيحركني هو الخوف، مش حاجه تانية. طب واحنا ايه بس اللي وصلنا لكده يا ربي؟ نفس الحاجات يا جماعه، ان الطفل خد الربطات او اتشاف في اوقات معينه في الحياه، ان انا كنت بجيب 8 من 10، الدرجتين دول فين؟ بل بالعكس، ان انا ممكن ما اكونش اتشفت في الفصل او في البيت او في اي حته غير لما اكون عملت حاجه. يعني الشوفان اللي انا عايز اخده بقى مرتبط بانجازي الحاجه. من الحاجات اللي قفشت نفسي ريسنتلي بعملها ان انا طول الوقت، طول ما انا ماشيه في البيت بقعد الملم، حتى وانا تعبانه. لو معايا مكالمه تليفون لازم ابقى افضل ماشيه عماله بلم هنا وبحط هنا وبعمل هنا وبقول لاولادي يعملوا كذا حاجه كده، يعني مرتبطه شويه بان انا اتشفت قوي من ماما الله يرحمها ويسامحها يا رب ويغفر لها. لما كنت بنظف البيت، لما كانت ترجع من الشغل وهي هلكانه وتلاقيني منظفه البيت، انا كانت بتديني ابتسامه كده كنت طبعا بحلم بيها. فعندي unconsciously ارتبط ان انا اتشاف وان انا اتحب وان انا يبقى يتم الرضاء عليا، او ان انا ابقى الناس ترضى عني كده لما ان انا ابقى بلملم وبنظف وبنجز. حاجه من الحاجات برضو اللي حصلت لي انا في حياتي ان انا اتشفت قوي وقت ما اشتغلت. فبالنسبه لي بقى عندي الشغل ما بقاش تول من التولز اللي بستخدمها في الحياه، بل بالعكس بقى معناه الحياه نفسها، معناه وجودي. فالسبب الاولاني ان شوفاني ارتبط بالانجاز. طيب ايه سبب تاني من الاسباب بتاعه الكماليه؟ النقد المستمر. ان انا طول الوقت كان بيتم نقدي لدرجه ان انا من كتر ما النقد ده كان بيوجعني، فطلعت سكيمه او طلعت الذات دي ذات المثاليه اللي النهارده ما دام النقد ده وجعني فانا مش هسمح لحد ان هو ينتقدني. بس بدل ما اتعلم ان انا احط حدود، اتعلم ان انا اعمل اقصى ما في جهدي طول الوقت علشان محدش يقول لي حاجه. فهي تاني وسيله حمايه. تالت حاجة، لو كنت متربي في بيئة غير آمنة، وحط تحت غير آمنة دي مليون خط، لأن عدم وجود الأمان مرتبط بحتى الزعيق. يعني يا جماعة بس عشان الفولنربيليتي بتاعتنا أو طفلنا الداخلي مرتبط بكثير من الضعف اللي أنا وأنا صغير معرفتش أتعامل معاه. وطبعا ده أنا قايلاه في حلقات كتيرة فاتت، فمش هرغي هنا كتير، لكن خلينا نقول إن أنا جالي معتقد كده من وانا صغير ان انا ايه، يمكن ان انا لو كنت مثالي ده هيخليني اقدر ان انا اوفر لنفسي الامان، ده هيمنحني الامان. رابع سبب ان انا اتعلمت اعمل حاجه اسمها parentification، او ان انا كنت اب اهلي من وانا صغير. ان انا اتعلمت، كان عندي مسؤوليه زياده، كنت مسؤول عن طفل من وانا صغير. كنت بتعامل كمسؤول وانا لسه بشخه، يعني ما ينفعش. فده اصلا معناه ان انا النهارده، هي دي برضو رابطه او طبطبه كده من الطبطبات اللي خلونا نتشاف من واحنا صغيرين. انا بقيت مسؤوله عن اخواتي، انت الراجل. الكلمه دي يعني باص فيها جيل كامل يا حبايبي من الرجاله اللي افتكرت ان هي النهارده لما اتعاملت على اساس ان هي راجل من وهم صغيرين ده خلاهم ان هم النهارده طالعين تمام. لا حضرتك، لان رجولتك غير مهدده. طب ايه علامات الكماليه عندنا؟ بتكلمنا ازاي في حياتنا اليوميه بشكل خفي؟ خوف كبير جدا من ان انا ابتدي اصلا بسبب ان انا شاكك ان انا ممكن اكمل. دي حاجه كده محتاجين نحط تحتها خط. انا مش قادر ابتدي عشان عارف ان انا ممكن ما اكملش. ده من الاصوات الخفيه بتاع الكماليه. التسويف، لما اجيب هبقى اعمل، لما يحصل هسوي، لما اوصل الحاجات اللي احنا طول الوقت فيها لما، بكره، بعدين، عندما، سوف. دي الحاجات بتاعت التسويف دي معناها انك انت عندك كماليه. جلد الذات بعد اي غلطه سواء كانت كبيره او صغيره، انا الجلاد بيطلع يقول نفس الكلام بنفس الشده، مش بيتعامل معايا بناء على مقدار الخطأ، بيتعامل معايا بناء على ان انا مخطئ، ملوش علاقه انا عملت ايه. لان في ذنوب صغيره جدا، مش بتكلم على ذنوب دينيه، يعني في اخطاء يا جماعه صغيره جدا بنتعامل، المفروض نتعامل معاها على قد الخطأ. لا احنا ما بنتعاملش كده. خطأ كان صغير او كبير هو الجلاد طالع قد كده جوايا. عدم قدرتي على الراحه، لا بالعكس، ده انا كمان في اللي انيل من كده، انا بحس بالذنب لو ارتحت.
في ناس بتحس بالذنب ان هي بتاخد اجازه، في ناس بتحس بالذنب لو فضلت قاعده. انا كنت منهم الحمد لله، واتعلمت ازاي ان انا اتقبل فكره ان انا ارتاح عادي، وان انا اقعد اسيب الدنيا عادي عادي، مش هيجرى حاجه عادي. حساسيه شديده جدا تجاه النقد. انا النهارده كلمه النقد بالنسبه لي هي هو مش بينتقد الشيء، يعني مش الحاجه اللي انا بعملها ما ينفعش حد ينتقدها، ما ينفعش. ده بالنسبه لي تهديد بالخطر، يعني ما ينفعش. الناس بيبقى عندها حساسيه شديده جدا تجاه النقد، وبيبقوا مش قادرين يتقبلوا وجهه نظر الاخر، وبالنسبه له ده معناه ان انا معيوب. ليله كبيره قوي هنا. يلا نعيد الشغل بقى، يعني من الناس اللي عندها كماليه كمان، يلا نعيد الشغل مرارا وتكرارا. يلا انا عملت البرزنتيشن خلاص، لا لازم اراجعها مره تانية وابتدي اهدها من اول وجديد، وراجعها مره تانية، وافضل اراجع في الحاجه لغايه اما اقدمها. بل بالعكس، للدرجه اللي تخليني ان انا وانا بقدمها ابقى حاسس ان هي لسه ناقصها حاجه. دايما الحاجه اللي انا بعملها حاسس ان في احسن منها. من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها كمان صعوبة التفويض. يعني ايه صعوبة التفويض؟ يعني انا عندي صعوبة شديدة في ان انا اقول لحد يعمل حاجة. بتلاقوا عارفين بنسميها في المانجمنت، او بنسميها في الشغل بتاع المديرين، حتى بيقول لك ايه، قال لك يا يابا علمني التفاهة، قال له تعالى في الهايفة وتصدر. نلاقي في مايكرو مانجمنت عند المديرين، على فكرة دي موجودة جدا عند المصريين. ما بيعرف، او عندنا كشعب عربي عامة احنا وي دو نوت ديليجيت. لان انا النهارده معنى ان انا اديتك حاجه عشان تعملها، انا عندي معتقد بيقول انت عمرك ما هتعمل حاجه as good as I do it. يعني عمرك ما هتعمل حاجه بنفس الكفاءه، لان انا عارف. هو على فكره احنا عندنا كفاءه، بس احنا مشلولين. وجزء من اللي شللنا ان احنا ما بنعرفش نفوض، لان في الاول وفي الاخر محدش هيبقى قادر يعمل كل حاجه في نفس الوقت. فانا النهارده عندي صعوبه بالغه في ان انا افوض حد ان هو يعمل حاجه. عندي صعوبه كبيره جدا في ان انا اطلب المساعده. يعني حاجه من الحاجات اللي احنا بنعلمها للناس في الجلسات كتير جدا، يا جدع اطلب من حد، يا ستي بتفطسي اطلبي من امك ان هي تاخد عنك. ما ينفعش. كان معايا بنوته بتتعالج، بعشقها، يعني هي من اوائل الناس اللي كانت بتتعالج معايا من سنين، واسم الله عليها النهارده معالجه وزي الفل يعني. يعني كمان حبت الموضوع قوي واشتغلت فيه. كانت تقول لي لا ما ينفعش اطلب من ماما. ليه يا حبيبتي؟ يعني اطلبي من ماما ان هي تعمل لك حله المحشي اللي انت نفسك فيه. لا ما ينفعش. ليه يا ماما؟ لا ما هي ماما كده اكيد هتفتكر ان انا مكسحه ومكتعه ومش قادره اعمل البتاع. جت بعدها بشهور بعد ما اتعالجت، جت بتقول لي ايه، ماما عملت لي حلة محشي، والأول مرة أحس إن أنا مبسوطة إن ماما بتعمل لي حاجة. على فكرة حاجة من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها، إن الكماليين من كتر ما معاييرهم عالية، هم مش بس هم كمان هم بس اللي تعبانين، لأ كمان اللي حواليهم تعبانين. وبيطلع منهم الناس اللي عندها اضطراب الشخصية الوسواسية، وده هنتكلم، والوسواس القهري طبعًا، ده ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين. بس الكمالية موجودة بكثرة في حياتنا لدرجة إحنا بجد مش مدركين. يعني إحنا عندنا بقينا كل واحد ماشي محجم على نفسه كده وتعبان ومتضايق، لدرجة إن هو ما بقاش واخد باله إن هو مين اللي فرضه. يعني من الحاجات اللي الناس اتعلمتها معايا في الرحلة لما كنت بعمل برنامج الرحلة، في الرحلة وفي الجلسات لما حد يجي يقول لي أصل المفروض كذا، حبيبي مين اللي فرضه؟ مين اللي فرضه؟ نقعد كده، أصل تلاقي حاجات حاططها هو على نفسه، expectations بتاعته من نفسه عالية جدًا، ومن الناس عالية جدًا، للدرجة إن هو بقى منهك، وby the way ومنهك اللي حواليه كمان. هو شخص تعبان وفي نفس الوقت متعب اللي حواليه. حاجة كمان من الحاجات، أنا عارفة إن أنا عمّالة باقول لكم إحنا طلعنا في الآخر كلنا كماليين، يعني borderline وكماليين ماشي، بس حاجة كمان من الحاجات اللي بنعاني بسببها بكثرة وبشدة جدًا كناس عندنا كمالية، هو إن إحنا بناخد بالنا من التفاصيل بشكل يا نهار أسوح. تفاصيل بقى في إيه؟ في تعابير الوش، في البيت، وده مُنهِك جدًا لعقلك. مُنهِك جدًا، لإنّك أنت بتقعد تفكّر في التفاصيل بتاعة الأشياء وفي عقلك. بُصّوا يا جماعة، الكماليين برضه إحنا مميزاتنا كتيرة جدًا، بس الكماليين عقلها بيعمل حاجة، وخصوصًا اللي borderline منهم يعني، بيشتغل بحاجة اسمها hypermentalization. إحنا عندنا فرط في التنبُّه، وفرط في ملاحظة التفاصيل، وفرط في الانتباه، لدرجة إن أنا النهارده ما بابقاش واخد بالي إن أنا عمّالة أصعّبها على نَفْسي وكمان على اللي حواليّا. تحت ما يسمى، هو أنا غلطان يعني إن أنا عايز أعمل الحاجة بأحسن شكل؟ غلطان. غلطان، وهنتعلم إزاي نتعافى من ده، لإنك عمرك ما هتنجز، وعمرك ما هتخلّص، وعمرك ما هتقدر تعيش
انت مفتقر حاجه مهمه جدا على فكره وانت مش واخد بالك منها. انت مفتقر انك تعيش، لان اصلا جزء كبير جدا من شعور العيش مرتبط بان انا اعرف اقعد. ما هو انا هستمتع ازاي بالعيشه وانا ما بقعدش؟ يا جماعه لاحظوا كده، انت حتى وانت خارج اكنها ميشن، عايزه اخلص اللي بعده. عارفين بنتي بتعمل حاجه غريبه جدا خدت بالي منها، وهي حبيبتي برضو يعني ايه واحنا بنفطر هنتغدى ايه يا ماما؟ انت هنا، انت بتاكلي هنا. بنعمل ده بشكل تلقائي. اتفرجنا على مثلا اول يوم العيد بنبلان، بنخطط لاول يوم العيد، فاحنا النهارده واحنا خارجين اول يوم هنخرج بكره فين يا حبايبي؟ بي بريزنت، خلينا حاضرين. كماليه سرفايفل، والسرفايفل هو وضع البقاء، ووضع البقاء ما بيخلينيش حاضر، والحضور هو اساس السعاده. لفه كده هفضل اهري واقول لكم فيها مرارا وتكرارا لغايه ما نتعلم نعيش بالراحه، ونطبق مبدأ ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا في القرآن الكريم. قال لك إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من الآيات الجميلة جدا اللي خبطت فيها برضو الفترة اللي فاتت. كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم. يعني حتى كنت وقتها في جلسة مع بني آدم سكر كده بموت فيه، كان عمال برضو بيحزق في الحياة وبقى ماشي يا حبيبي، ما انت عملت ده مرارا وتكرارا، بذمتك قلت كام مره ان انا لما اعمل هحس؟ عمرك حسيت؟ فلقيت ان الايه دي سبحان الله، يعني انا اوقات بحس ان ربنا، احنا كلنا رسائل لبعض. زي ما الفتره اللي فاتت ده حصل كان رسائل ليا النهارده ان انا اطلع عشان اعمل دوت، انا اكيد انا رساله لحضرتك، وانت هتكون رساله لغيرك ولغيرك. فالمهم بفتح القران الكريم وبقرا، فلقيت ايه: ان الله يريد ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو أنا فاكرة الآية صح، لو مش صح يعني اعذروني، بس ده يعني ممكن ما يكونش نص الآية بالظبط. فحتى بقى رسمتها، يعني صورتها له وبعتها له، قلت له بص رسالتك النهارده يا جدع بالراحه، يا جدع والله العظيم. يا جماعه حاجه من الحاجات اللي بقعد اقولها للناس: هنموت وورانا حاجات ما خلصتش، هنموت ولسه في حاجات نفسنا نعملها وما عملناهاش. وده لا يتعارض مع فكره ان احنا نعيش. يعني في فرق، احنا عايزين ننزل من ليفل ان احنا المعايشه للعيش، من ليفل ان انا بعاني لان انا بعيش. لانك انت النهارده عادي انك انت هتفضل عايز حاجات، فانت محتاج تتعامل مع فكره انك العوز ده هيبقى جزء من تكوينك مش هينتهي. لكن التناقض بين ان انا هبسط لما احقق مش بيحصل. واكبر دليل على انك انجزت كتير قوي في حياتك ولسه ما ارتحتش، وعمال تحط حاجات زياده، وعارف ان او عمال تقول لما اعمل كذا يمكن ارتاح، وبرضه مش هترتاح. وقول دينا قالت اهيت وبتقول لك ان في ناس معاها مقفله الدنيا، اقسم بالله مقفلين الدنيا، مقفلين. اللي مقفلها فلوس، واللي مقفلها ميداليات، واللي مقفلها انجاز، واللي مقفلها شهره، قاعدين في نفس الحته. يعني دي حاجه برضو ايه في النص كده قلتها في وسط السمات. شكله ايه برضو الانسان الكمالي دوت؟ طول الوقت مقارنات. انا بخش اسمع يا سلام دي عملت وده سوى، وطبعا الاثر بتاع السوشيال ميديا اللي بتخبطنا في جذورنا واصولنا وعلى فكره يعني والله العظيم حاجه من الحاجات مثلا اللي خلتني اوقف دوشه، هو ان انا اعترفت بضعفي، ان انا انسانه مش قد ان انا ابقى قاعده مش فارق معايا اللايكس والشيرز. يعني في المرحله اللي انا عملت فيها البودكاست بتاع دوشه ده، انا كنت راضيه جدا ومبسوطه جدا وسعيده جدا وهاديه جدا في حياتي. دخل دوشه سبحان الله كان اسم على مسمى، دخل هزني في كل حاجه. غرب الناس من حواليا على فكره، في ناس خسرتهم في دوشه، عمل حاجات كتيره جدا فيا، في ان انا لقيت نفسي ان انا كل اللي قلت اني الحمد لله تعافيت منه اتخبطت فيه تاني. بقى بالنسبه لي المهم مش ان انا بقدم ايه، جاب كام رقم، مين كلمني عشان اطلع معاه، مين شافني عشان حاجه كده، يعني خبطتني اللي هو ايه ده، ايه ده. فخدت بالي ان انا رجعت تاني لليفل المعايشه. ودي حاجه من الحاجات يا جماعه اللي احنا محتاجين نراقبها. الديفولت مود بتاعك
خصوصا الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه وعارفاها، هو انك انت دايما هتفضل بتميل انك انت تبقى على السرفايفل مود، لكن دايما الاوبزرفيشن والاويرنس بتاعتك بنفسك هي اللي هترجعك تاني. عشان بس في ناس برضو بتحط مفاهيم شويه مغلوطه عن التعافي، والتعافي عمره ما كان مرتبط بان انا اعيش بقى بس. تعالوا نبص بقى الكماليه كمان بتاثر ازاي على العلاقات. الشخص الكمالي شخص صعب ارضائه جدا، شخص عنده مشكله في ان هو دايما بيبص على الحته الناقصه. راجل مراته تبقى منظفه البيت وواخده بالها من العيال وعامله اكل حلو، لكن الاكل ناقص ملح، معلش والله يعني تمام، او الغسيل مش معلش والله. انا في لحظه ما بشوفش كل اللي اتعمل بسبب حاجه ما اتعملتش زي ما انا عايز. فهو شخص صعب ارضائه جدا، وشخص فعلا متعب للي حواليه. اتكلمنا من شويه ان هو عنده حساسيه كبيره جدا تجاه النقد، بس هو مش واخد باله ان حساسيته تجاه النقد دي جايه من ان انا اوريدي طول الوقت بنتقد نفسي، طول الوقت عندي جلاد جوه، فبنطق بانتقادي لنفسي وبسقطه على الاخرين. احنا اتعلمنا مع بعض ان البني ادم بينطق بنفسه. يعني ايه؟ يعني انا اما اقول لك انتقاد ده بسبب ان هو موجود فيا. من الحاجات اللي بعلمها للناس ان يا جماعه الانسان لما بينتقدك هو بينطق بلسان حاله وليس حالك. فهو برضو بينتقد لان هو مش عاجبه نفسه، فطول الوقت شايف اللي مش عاجبه من اللي حواليه، مش راضي عن نفسه ولا عمره هيرضى عن اللي حواليه. الحب عنده بيتحول لحاجات، يعني انا هنا النهارده زي ما انا اتحبيت فانا هحبك، فانا حبي ليك بقى مشروط. يعني اوقات لما بتعمل الحاجه زي ما انا عايز انا كده بحبك، لما ما تعملهاش زي ما انا عايز انا مش بحس ان انا حبي مقياس الحب او مقدار الحب بيختل، بيتغير. هو كمان من الناس اللي صعب عليها قوي ان هي تعتذر، لان هو النهارده الاعتذار معناه بالنسبه له ان انا شخص غير كامل، وهو لا يقبل فكره ان هو مش كامل. في حته مش موجوده عند كل الكماليين بس موجوده عند معظمهم، ان هو بيخاف قوي يظهر مشاعره، لان المشاعر عنده معناها ضعف، وانا ما ينفعش ان انا ابان ضعيف، لان انا لو بنت ضعيف فده معناه ان انا شخص ناقص، وانا ما ينفعش اكون ناقص. عارفين يا جماعه عمال بيلف في فيش سيركل كده، يعني يدخل لوب ورا لوب ورا لوب، كلها هدفها حاجه واحده بس على فكره، هدفها ان هو يحمي نفسه من الفولنربيليتي بتاعته او من ضعفه اللي حاسس بيه جواه. فبدل ما يحمي نفسه بقى بيدافع عن نفسه، بدل ما يتعلم ازاي يحمي نفسه بقى عمال بيحط لايرز، طبقات عشان ما حدش يوصل لضعفه. بس مش عارف ان الطبقات دي عماله بتبعده زياده عن الناس، وبتبعده زياده عن احلامه اللي نفسه يحققها، وبتبعده زياده عن الرضا اللي نفسه ان هو يحس بيه. ايه بقى الاضطرابات اللي بتطلع من الكماليه؟ ورقه وقلم واكتب عندك يا سيدي. اضطراب القلق والاكتئاب، واضطرابات الاكل، واضطرابات النوم، الوسواس القهري، والبيرن اوت او الاحتراق الداخلي، اضطرابات الشخصيه الوسواسيه، اضطرابات الشخصيه الحديه، اضطرابات الشخصيه النرجسيه، مع ان احنا مش هنتكلم عنهم كتير لان هم بيتفرجوش حبايبي، دول بيتفرجوا علشان يحسوا قد ايه ان هم مسحوقين اكتر، وان اللي هم بيتفرجوا عليه ده موجود في العالم كله بس مش موجود عنهم، بس برضو موجود في اضطراب الشخصيه النرجسيه. بوردر لاين، ادمان، وكفايه. يعني هنقول ان الكماليه دي جزء من اضطرابات كتيره جدا، وسمه للاسف موجوده عند معظمنا كبشر. اوقات بقعد اقول لهم يا جماعه يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطى سيدنا ادم عليه السلام الجنه لكنه فكر في الشجره. لكن مشكلتنا اختلفت عن سيدنا ادم في ان احنا سيدنا ادم ادرك ان هو لما بص للشجره هو اذنب، فابتدى ان هو يستمتع بالعيش على الارض او بالارض بوظيفته كخليفه على الارض، فخد باله انه ما ينفعش يبقى سايب كل ده ويبص لدي. مشكلتنا في الحياه ان احنا لسه ما خدناش بالنا من ده. يعني انا بقول ان ده ورثنا من سيدنا ادم، الى ان سيدنا ادم تعامل معاه الحمد لله، والقران من اوله لاخره عمال يقول لنا نتعامل مع ده ازاي، بس احنا بس ايه، لا ماسكين دايما في الحته الناقصه. تعالوا بقى مع بعض نرسم دايره الانجاز دي عامله ازاي علشان ناخد بالنا منها. دايره الانجاز دي في ان انا النهارده انجز فيجي لي دوبامين وفاليديشن، يجي لي هرمون الدوبامين بتاع الانجاز، ويجي لي اقرار، يجي لي
برافو انجزت. فابتدي ان انا هنا النهارده دول يدخلوني في حاجه بعدها، من كتر ما انا كنت في اليوفوريا ان انا مبسوط وان انا انجزت وان انا عملت، فابتدي ان انا يعني، وسبحان الله كل بني ادم بقى بينزل، يعني مش طبيعي ان حضرتك هتفضل وانت مترقي فوق، اكيد هتنزل تاني. فابتدي بدل ما انا اركز في رحلتي وانا تحت تاني، ابتدي ان انا يبقى عندي توق او كريفنج للانجاز تاني، لان انا مش بدور على انجاز هنا، انا بقيت بدور على دوبامين، وبقيت بدور على فاليديشن، او بدور على اقرار، او على ربطات، او ان حد يقول لي برافو. فادخل الدايره، وبعد ما احس بالدوبامين والفاليديشن ابتدي احس بفراغ. ايه ده؟ هو انا بقى عادي، بقيت عادي، ما حدش شايف بقى اللي انا بعمله. طب ما انا عايز ده. فيبتدي ده يحسسني بخوف، فبناء على الخوف احط هدف جديد، والهدف الجديد ما هو انا لسه في القديم، لسه ما خلصتش هنا، بس احط هدف جديد عشان يشحنني دوبامين جديد، فاحس بطاقه جديده، فابتدي حاجه جديده وانا لسه ما خلصتش القديمه. فيبتدي ان انا هنا النهارده اخش في ضغط، فالضغط ده يخليني اعوز دوبامين اكتر وفاليديشن اكتر، يدخلني في حاجه جديده، والحاجه الجديده دي تديني دوبامين وفاليديشن، والفاليديشن والدوبامين اول ما يبتدوا يقلوا احس بفراغ، والفراغ يحسسني بخوف، والخوف يخليني ان انا ادور على حاجه جديده، وهكذا افضل الف بقى في السيركل التي لا تنتهي. دي دايره الكماليه، محتاجين ناخد بالنا كويس منها جدا، لان في حته هنحتاج نوقفها لما نيجي نتكلم في التعافي. خش بقى افضل الف في الدايره، افضل الف في الدايره، واحس ان الحياه بقت عباره عن سباق لا ينتهي، طول الوقت بجري. بتجري ليه؟ هو احنا بنجري ليه؟ ما اعرفش والله، بس هو النعش اللي طاير. حضرتك وراك ايه؟ لو انت من الناس اللي شفت انك انت عندك كماليه، اكتب لنا في الكومنتات تحت، عشان كل سنه وانت طيب، انت مش لوحدك. وعشان تشوف قد ايه ان دي حاجه من الحاجات اللي موجوده عندنا كلنا. طيب نتعافى ازاي بقى؟ بالراحه وخطوه خطوه. وعندي مشكله كبيره جدا يا جماعه والله العظيم، وبجد بتقهرني بتتعبني، ان انا النهارده مفهوم التعافي بالنسبه لي بقى دايما مرتبط برضه بالانجاز. والله انا عايز انجز، انا بشوف ده في الجلسات بشكل رهيب. ها بقى هتديني كام جلسه عشان اتعافى؟ ما والله حضرتك انا اسفه جدا، ما اعرفش. طب انت شايفه ان انا هحتاج؟ ما والله حضرتك احنا ماشيين ستيب باي ستيب، بل بالعكس ان انا اوقات ببقى سخيفه جدا معاهم، ان حضرتك ان حتى لو انا عارفه انت ممكن تحتاج ايه، انا مش هقول لك، عشان انت لازم تبتدي تعرف ان هي بروسس. فارجوكم يا جماعه، وحضرتك النهارده داخل على الكام حاجه اللي انا هشتغل عليها معاك عن التعافي. اول حاجه محتاج انك انت تعرفها هي ان التعافي لايف تايم. انا لسه قايله لكم في اول الفيديو القصه بتاعتي اللي حصلت لما لقيت نفسي ان انا منتكسه وانا مش مدركه ان انا منتكسه، لان انا عندي كماليه، والكماليه كانت معذباني في حياتي ولا زالت اوقات. بصوا يا جماعه، انا بقيت اول ما احس ان انا متكهربه، اول ما احس ان انا لازم انا لا خلاص، ما خلاص انت هنا في حاجه غلط، في حاجه غلط، فاهدي كده واقعدي وفرغي واكتبي وشوفي ايه اللي مكهربك، واعرفي هو مكهربك ليه. تمام؟ بس تعالوا ناخد ده ستيب باي ستيب، بعد ما نوضح ان حضرتك النهارده ارجوك تشيل فكره الحبايه السحريه. انا عندي مشكله كبيره جدا مع الريلز، ويمكن ده اللي خلاني ان انا ارجع اقول لا دينا، ما تيجي نحول بقى خلاص، ما يعني انت عماله بتعملي ريلز، وعلى فكره انا الريلز بتاعتي ما بتقلش عن 3 دقائق، عشان احاول ان انا ارد على اسئلتكم، واحاول ان انا اقول لكم ايه اللي بيحصل بالراحه. لكن الموضوع بقى بجد غريب، انت شقلب واجرب، شقلب واقلب، شقلب واقلب، ايه بالراحه. عايزه اعرف كل حاجه، عايزه اعمل كل حاجه، ما مش هينفع يا جماعه، مش هينفع. عندي 10 حاجات على الرف، عايزه ابتدي بالعشرة، مستحيل. واقف في البدروم او واقف تحت كده وباصص على اخر السلم، يا جدع ما انت ناسي ان في سلم انت محتاج تطلعه. فيا ريت وانتوا بتسمعوني ما نعملش ده برضو في التعافي، يعني خلينا بس ايه، ان احنا ما نبقاش ماشيين كده مبهدلين نفسنا زياده. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجه محتاج انك انت تتعلم ازاي تفصل بين قيمتك الذاتيه وانجازك. يعني ايه؟ يعني من الحاجات اللي الناس مش فاهماها ان احنا الانجاز بقى بالنسبه لنا ايدنتيتي، بقى هويه. انا وانا ما بنجزش انا مين؟ والحقيقه ان حضرتك وجودك غير مرتبط بانجازك، لانك
حتى لو انت ما بتنجزش فانت موجود. وقيمتك ذاتيه. يعني ايه يا جماعه كلمه قيمه ذاتيه دي؟ وانا ان شاء الله برضو هعمل عنها، بس اخلص الكتاب العظيم اللي انا بقراه لانه كتاب بيغير مفاهيم كتير جدا. الكتاب ده اسمه A New Earth لإيكهارت تولي. كتاب هو تقيل قوي يعني، بس حقيقي يعني ربط هويتك بالاشياء بقى طول ما انت ماشي. لما تكون الهويه اشياء كتير عشان ما تشتتش. تمام. قيمتك ذاتيه. يعني ايه قيمتي ذاتيه؟ يعني انا ذاتي هي ذات القيمه، مش الاشياء اللي بعملها بذاتي هي ذات القيمه. وعشان تقدر انك انت تعمل ده فانت محتاج تبتدي تقعد من غير ما تعمل حاجه. لو انت من الاشخاص اللي بتنجز جامد قوي قوي قوي، فحضرتك محتاج تتعرض لشعور انك انت يوم الجمعه تلعب وتقعد وسط اخواتك واصحابك واهلك وتقعد ما تعملش حاجه، تنجوي، تستمتع بالراحه. اما ده مرعب بالنسبه للناس، هتحتاج انك انت تعمله، لان مفيش يعني التلاجة بتفصل، الماشينز بتبوظ، فحضرتك محتاج انك انت تبتدي تتعرض للوقت اللي انت المفروض انك انت فيه تكون ما بتعملش حاجة. وعلى النقيض تماما البني ادم اللي اوريدي مشلول بسبب ان هو ما بيعملش حاجة هيبتدي يتعرض ان هو ياخد حاجة واحدة بس من الحاجات اللي نفسه ان هو يحققها. مش في 50 حاجة عند حضرتك؟ وتبتدي بحاجة قد كده. والحاجة دي مش هتبتدي بيها زي ما بنبتدي الجيم. انا بروح كل يوم انا هروح 5 مرات الجيم كل يوم ساعتين وهاكل الحديد وفي خلق. لا، لانك محتاج تفصل عن النتيجة. احنا مش عايزين نتيجة، احنا عايزين سعي. عايز اعمل اللي عليا. فهتختار حاجة. لو انت من الناس اللي ما بتعرفش ترتاح، فالهوم ورك بتاعك حضرتك انك انت الفترات اللي جاية هتبتدي تتعرض للراحة، هتبتدي تلعب. ما بهزرش. حاجة من الحاجات اللي قفشت نفسي فيها من سنين كده، مش من كتير يعني، من سنتين مثلا، ان انا مش سامحة لنفسي اتفرج على التلفزيون. ايه الهيافة دي؟ ايه التفاهة دي؟ ينفعش مفكرة وعظيمة ودكتورة نفسية زي حضرتك ليه يعني؟ have some fun. فلازم تدخل اوبشن اللعب في حياتك، ولازم تدخل اوبشن البدايات العادية وليست الساخنة في حياتك، وتتعرض لده شهور لحد ما يبقى جزء من روتينك. وخلي بالك ان عقلك هيفضل يلف ويدور عليك بعد ما يبقى روتينك، في ان هو يبتدي فجأة تلاقي نفسك بيكهربك تاني، يقعد بقى يسرسب لك حاجه من هنا على حاجه من هنا على حاجه من هنا لغايه ما هترجع تاني لللوب بتاعت ايه؟ ان انا ما برتاحش. اول ما تقفش هترجع ترتاح تاني. خلي ناس تفكرك بس من غير ما تكون معتمد عليهم. ابتدي قدم حاجات ناقصه. يعني ايه؟ يعني مش لازم ان البرزنتيشن تراجعها 10 مرات قبل ما تقدم، ممكن تراجعها مره بس. فهتحط ليميتيشن لعدد المرات اللي بتراجع فيها الحاجه. هتبتدي انك انت تكتفي بانك تعمل الحاجة بشكل عادي. وده صعب، ماشي جدا، بس لازم تبتدي تتعلم. محدش بيتحرق غيرك على فكرة. وفي الاول وفي الاخر اللي عايز ينتقد حاجة هينتقدها، انت مش تقدر تعمل حاجة ولا هتقدر تقول له اصل ارجوك بس معلش والنبي يعني ده انا بذلت قصارى جهدي. عمر ما اللي قدامك هيقدرك وانت ما تقدرش نفسك. فاكرين لما جيت من فترة كده قلت ايه يعني، ما ابتديت الرحلة بتاعت الفيديوهات دي، قلت يا جماعة العالم هيجي يعاملك بالطريقة اللي انت بتعامل نفسك بيها. فطول ما انت مش كفاية هتستقطب من العالم كل اللي يحسسك ان انت مش كفاية. تمام؟ ابتدي اطلب المساعدة
الناس اللي عندها كمالية عندها فرط استقلالية. أنا مش باطلب حاجة من حد، أنا ما ينفعش حد يعمل لي حاجة، أنا ما ينفعش، بيلعب حاجة اسمها دور القوي دائمًا، وعلى فكرة ده نوع من أنواع النرجسية النفسية الذاتية، من الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش. على قد ما إحنا بنكره النرجسية، على قد ما إحنا نرجسيين مع نفسنا جدًا، ومؤذيين لنفسنا جدًا. اطلب المساعدة، وتقبل فكرة إنك عادي إنك تطلب، وعادي إن يتقال لك لأ، عادي يا جماعة، عادي. فحاجة من الحاجات اللي أنا اتكلمت عن الرفض، التعامل مع الرفض في فيديوهات قبل كده، ارجع لها عشان تتفرج عليها، بس ابتدي إنك أنت هنا النهارده حُط portion للعادي في حياتك، في إن أنا أطلب ويتقال لي لأ، وإن أنا أميّل على حد أقول له ساعدني، أو إن أنا أقول لحد إن أنا محتاج له. وأيًا كان بقى اللي أنت هتقوله هنا تحت، أصل الناس ما فيش صاحب يتصاحب، ما فيش find yourself new people. وصدّقني معظم الناس اللي ابتدت تستخدم ده، لقِت إن في استعداد كبير جدًا من الناس اللي حواليهم إن هي تساعدهم، وإن كان الموضوع كان بيبقى غريب في الأول، للمتلقي والطالب الاتنين. ما هو أنا النهارده لو أنا عايشة مع راجل وأنا عمري ما باطلب منه حاجة، علشان أنا عندي فرط استقلالية، والطبيعي بتاعي إن أنا ما اطلبش حاجة منه، فأول ما أطلب طبيعي إن هو يبقى مستغرب، فهتتعامل مع فكرة إن اللي قدامك ده مستغرب، لإن حقك إنك أنت تطلب، وحقك إنك أنت تعبّر. يمكن كمان الطلب ده يتقابل بالرفض، ما هو كمان حقه إن هو يرفض. كفاية internalize أو تدخّل الرفض دوّة على أساس إن هو عيب في شخصي، وإن أنا مش كفاية، وإن أنا النهارده ما حدش بيحبني، والسردية بتاعة الضحية. أنا إن شاء الله بإذن الله في مرة كده أمّا أكلمكم عن ذات الضحية يعني إيه، لإن إحنا عندنا ذات الضحية صوتها عالي أوي. فاطلب المساعدة، اسمع ذات المثالي اللي جواك. في واحد جواك بيكلمك بطريقة شرسة جدًا، بيقول لك كلام تقيل جدًا، مشكلتك في إنك أنت لمّا بتسمعه بتهرب منه بإنك تدّيه أكتر. أنت محتاج تسمعه وتحدد صوت مين ده. يعني إيه صوت مين ده؟ يعني في معظم الأوقات هتلاقيه يا صوت أبوك، يا صوت أمك، يا حد من المؤثرين في حياتك. فأنا في معظم الأوقات باحاول إن أنا أعمل لنفسي parenting، أو إن أنا أربّي نفسي، بس باربّي نفسي تاني بنفس الطريقة اللي اتربيت بيها، فبابتدي أكلّم نفسي بنفس الطريقة. فإحنا محتاجين إن إحنا نعلّم الصوت ده إن هو يتكلّم معانا بالراحة، ونعلّم الصوت ده إن مش دي الطريقة اللي هينفع إنك أنت تكلّمني بيها، ونعلّم الصوت ده إنه يبتدي يعرف إن أنا اللي مشغّله مش هو اللي بيشغّلني، ونعلّم الصوت ده إن هو يبتدي نزنقه، ادّيني حلول، ادّيني حلول. أنت زبالة إنك أنت ما عملتش كذا وكذا ادّيني حلول، ازنقه. لإن الصوت ده هو صوت المثالي اللي جواك، اللي دايمًا هيفضل مش راضي عنك لإنك أنت ساكت له، بس أنت بتسمعه وبتهرب منه. أنت محتاج تسمعه وتواجهه وترد عليه وتقول له لأ، أنا عملت اللي أنا عايزه، وشكرًا، أنت جاي عشان تحميني، بس أنا مش محتاجك. أنا كدينا مقدّرة الكمالية جدًا، لإن هي ساعدتني سنين كتير أوي في حياتي، لكن وصلت لمرحلة إن هي خلّتني أحاول أثبت إني أستحق إني أكون موجودة في الحياة. فالنهارده لمّا بتطلع باقول لها شكرًا، ميرسي إنِّك أنتِ موجودة، لكن أنا مش محتاجاكِ. أوقات كتير لمّا باقعد أتكلم مع الناس في التعافي باقول له ما تبقاش مركّز تعافي أوي، أنت كل اللي محتاج تعمله هو اللي أنا باقوله لك ده، لإن التعافي عملية تلقائية، جسمك بيعملها لمّا بابتدي أتعرّض للحاجات اللي أنا طول عمري باهرب منها. فحاول إنك أنت تتعرّض للحاجات اللي أنا قُلت لك عليها في الفيديو ده، حاول إنك أنت تعمل تفريغ كتابي يومي. طبعًا أنا باقعد كتير أقول لكم لا تعافي بدون تدوين. حاول إنك أنت تتفرّج على الحاجات اللي هتساعدك على إنك أنت تتعامل مع الكمالية، الجأ لمختص لو مش عارف تعمل كل ده لوحدك. لكن الحقيقة أكتر حاجة محتاج إنك أنت تعملها هي إنك أنت تتعلم ترحم نفسك. ما تنسوش تعملوا subscribe ولايك وshare والحاجات الكتير اللي أنا باطلبها منكم، علشان يا رب، يا رب يعني ما اتعلّقش تاني بالأرقام، بس برضه يا رب يجعله علم يُنتفع به، وعفى الله عن قلبي وقلوبكم.